سيفرض على الشعب الصحراوي بمشاركة وموافقة وتواطؤ دبلوماسية عطاف وتبون. سيفرض المغرب منطق الحكم الذاتي على الصحراويين. راهم متفوقين علينا، نعم راهم متفوقين علينا، قدروا يكركرونا ويركعونا ويقدروا يجرونا من الأذن ويدونا للسفارة الأمريكية في مدريد ويقولوا العطاف نحي السروال وبلع في بوك. إذن الحقيقة تقال أن أحمد عطاف نحاولوا السروال في السفارة الأمريكية في مدريد. قص قرمط كان حتى هدرة أخرى. مرحبا من جديد. أنا ننتقد يا ناس، يا سي تبون ويا القوة ودا تاع تبون، يا عبد اللطيف بالقايم وباقي الشلة وكمال وجماعة، وصلوا لتبون أنه بن زديرة ينتقد ما يسبش ويشمتم. أنا ما قلت لكم ما سبيت تبون، ما سبيت عائلته لا مرته لا أولاده لا بناته، ما دخلت في حياته الخاصة. أنا راني ننتقد وراني نقول أسوأ فترة تمر بها الجزائر سياسيا اقتصاديا ثقافيا فنيا رياضيا هيدروكربونيا ميتافيزيقيا هي هذه الفترة. هذا انتقاد مش سب، هذا انتقاد، منش نسب مانيش نشتم، أنا نقول في الحقيقة التي يقولها أي مواطن جزائري. يقول أسوأ فترة، أسوأ فترة نمر بها. بالمقابل هذا هو العصر الذهبي للمغرب. المغرب راهو صراحة ونستعرف بهم، استعرف بهم. السؤال أين يكمن السر؟ وراه السر وراه السر بكل بساطة في الاستقرار المؤسساتي هو يعني نقطة قوة نظام المغرب. حكومة مستقرة من اللي جا تبون لحد الآن، حكومة هذا رئيس الوزراء رئيس الحكومة المغربي هي نفسها ما تغيرتش. أخنوش هو رئيس الحكومة من 2020. حكومة مستقرة، جهاز مخابرات مستقر. الحموشي مدير المخابرات عنده 20 سنة وأكثر. مخابرات الخارجية المنصوري مدير مخابرات عنده 20 سنة وأكثر، من اللي جاء الملك هو معاه، من اللي جاء الملك محمد السادس المنصوري مدير مخابرات خارجية. استقرار. قوة المخابرات الخارجية هي قوة الدبلوماسية في أي دولة. كي يكون عندك مخابرات قوية ومستقرة، يكون عندك أرشيف قوي، يكون عندك علاقات قوية، يكون عندك لوبي قوي في تلك الدولة، لأن المخابرات الخارجية عندك قوية. لأن السفير لما يجي أول حاجة يطلب مقابلة مسؤول الأمن على مستوى السفارة. قال حضرة العقيد ولا حضرة العميد ولا أروح أعطيني يعني كما يقول لك الناس واقع حال السفارة، أعطيني شنو هي نقاط القوة نقاط الضعف كذا كذا كذا. إذا كان عنده ضابط مستقر ومتمكن وقوي ومتحكم هاو خلاص يعطي له الصورة واضحة. إذا كان عنده ضابط عنده شهرين من اللي جاء لأنه اللي قبله قعد 4 شهور ونحاوه، وعنده ضابط انترفينت عليه أخته ولا مرته ولا بنته ولا مو انترفينت عليه باش جابوه، أو بيو جنرال أو عمو جنرال وحطوا، أو خالو جنرال، أو المهم بالانترفونسيون باش بعثوه مسؤول الأمن على مستوى السفارة، مش لكفاءته لأنه عنده علاقة أو لأنه وصلته كذا ولا يعني المهم بالواسطة. فقد الشيء لو يعطيه تلقى واحد ضابط أمن في السفارة مش عارف خدمته. كيفاش تحوس تكون عنده لوبي قوي وعنده سفارة قوية وقنصلية قوية؟ كيفاش؟ تا عندك واحد ملحق في السفارة اسمه الشريف طيطيط. شريف طيطيط تيزانة، هو تيزانة مش حاكم في تربته مش حاكم فيها. كيف تحوسك انت يحمي السفارة؟ شريف طيطيط هو تيزانة، هو طيطيط. كيف تقدر يحمي لك السفارة ويحمي أمن واستخبارات البلاد وهو خدمته الوحيدة همه الوحيد هو بن زديرة وين قهوة وين نتغدى وين نتعشى؟ شوفونا وراه يدور. الناس تتبع في المخابرات، تتبع في التجسس، وتتبع في الدنيا، وتتبع في العالم، وهو يتبع لي في بن زديرة وراه يسقهوة.
يا طحان روح تبع الخونه، تبع في الجزيره، راني وحدي نهضر لك، راني نقول لك راني سقاوه، انا راني نعطيك وراني سقاوه، وراني نتغدى، وراني تكلموني. قال بزدير واش راك دير اليوم؟ نعطيكم اخباري انا كاع ملي نوض الصباح، انا اصلا نوض جويه ل 11 ونص 12 الوحده، هذاك وين نوض. نعطيك قاعدين التفصيل تاعي، هاني نوضت على الوحده، هاني تلقت مع فلان سقاويت معاه، هاني تغديت، هاني نعطيكم كاع اخباري. علاه ديروا لي علاه دير لي في الشريف طيطيط والله غيرو يجند في جيش باش يعرفوا بن زديره وراه. اذا قوه الدوله في قوه مخابراتها، وقوه مخابرات الدوله تعني استقرار مؤسساتي. النظام المغربي، المخزن المغربي، وهذه حقيقه، راهم متقدرين ومتحكمين وراهم مسيطرين وراهم متفوقين جدا 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 على زريبه، على زريبه الاعلام نتاعنا وزريبه حتى قشبخته وفي نجل مريم. كيف لا؟ كيفاش لا؟ كيف لا؟ واليوم في اسبانيا عندنا وزير الخارجيه الجزائري في اسبانيا، واش راح يدير؟ انت كي تقرا الاعلام الجزائري بصفه عامه وتقرا بيان وزاره الخارجيه الجزائري، يعني تغليط الراي العام يقول لك باللي وزير الخارجيه احمد عطاف في زياره الى مدريد لمناقشه القضايا المشتركه ما بين اسبانيا والجزائر وكذا 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 وكذا. هل هذا الكلام صحيح؟ للاسف لا. تغليط للراي العام وتزوير الحقيقه. للاسف لا. كي نكشفوكم تقولوا بلي هذو عملاء وخونه، لا، كونوا رجال، كونوا رجال وقولوا الحقيقه. عطاف في اسبانيا ماهوش مثل ما يقول البيان وجاء هذا الاجتماع الثنائي في اطار زياره عمل يقوم بها السيد وزير الدوله الى المملكه الاسبانيه. في هذا ماهوش لقاء ثنائي، ليس لقاء ثنائي. ثانيا، في الجملة الأخيرة، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عديد القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورت الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي والتحديات المشتركة في الفضاء الأوروبي. أولا، زيارة أحمد عطاف إلى إسبانيا ليست لتدارس القضايا الثنائية أبدا، هذا كذب. ثانيا، منذ متى الجزائر تتدارس مع إسبانيا قضايا الساحل والصحراء؟ منذ متى؟ عمركم سمعتوا الجزائر تناقش قضايا مالي والنيجر مع إسبانيا؟ عمري ما سمعت أنا. إسبانيا لا علاقة لها بمالي والنيجر. قد تتدارس الجزائر مع إسبانيا قضية الصحراء الغربية، نعم. تتدارس مع إسبانيا قضية المغرب سبتة ومليلة أو جزر الكناري، نعم. تتدارس مع إسبانيا ممكن قضية موريتانيا والصحراء الغربية، ممكن. لكن مالي والنيجر أبدا. مالي والنيجر تتدارسها الجزائر مع فرنسا لأنها مستعمرات فرنسية. كي نقولوا وزير الخارجية الجزائري يتدارس مع نظيره الفرنسي ملفات الساحل والصحراء، نعم، لأن فرنسا